بعتقد انه هذا اسوأ اشي سواه دكتور فود بعد زواجه من شروق. بالفيديو الماضي حكيت عن حفلة طلاق شروق، بس بالفيديو هذا راح نحكي عن ردة فعل دكتور فود على حفلة طلاق شروق. وما بخفيكو دكتور فود خبص وخبص كثير كثير، خبص دكتور فود. مش عارف ليش كان يفكر بصور الفيديوهات هاي او نزلها ستوري، وراح نشوف هسه مع بعض. ما بدي اقول للعالم حدا يروح. واضح شو اهداف الحفله، بدنا نرجي كل نسوان الكره الارضيه انه دكتور فود سيء. لازم كلكم تعرفوا يا نسوان. لحد الان دكتور فود معه حق انه شروق قاعد تحاول تشوه صورته، بس معه حق لحد الان، بس بعد شوي ما راح يكون معه حق. بدي اقول لكل الانفلونسر اللي رايحين على شو عرفني شو اسمه، اذا بشوف حدا منزل ستوري عنده او اي فيديو، ما تنسى انا دكتور فود رح ضلني وراك لاخر عمرك. دكتور فود بلش يهدد الانفلونسر اللي معزومين على حفلة شروق. اصلا هم مش معزومين على حفلة شروق، حفلة شروق مسويينها ب 100 دولار. يعني اذا بدك تفوت اي حدا بيقدر يفوت على حفلة شروق، بس انت لازم تدفع دخولية 100 دولار. يعني موضوع استثماري بحت. استفيد انا من هذا الموضوع. لو بدي استفيد من هذا الموضوع، اسمي فايرل له شهر ترندنج، بنزل فيديوهات والعالم هي اوريدي عم بفتوت تنبش عليه وحتحضر فيديوهات حتجيب ملايين المشاهدات. انا مش همي هذا، ما انا اوريدي بجيب ملايين المشاهدات من دون هالتخبيص كله سوا كرمال جيب مشاهدات. فكروا فيها مزبوط، حللوا مزبوط، ما تخبصوا الدنيا. هو الموضوع حق جد. يعني الدكتور فود اخر فترة كان اسمه كثير ترند، منتجاته والمخدات اللي فيها، فكان يقدر يطلع باي طريقة غير الطريقة هاي تبعت شروق. لكل حدا عم يسالني شو فيني اعمل، اللي حاعمله بكل صراحه من بكره التنين رح نرفع دعوه جزائيه لكل شخص اثر على نفسيه الولاده من هلا ل 20 سنه، وخاصه اللي هو قام بهذا الحفل. ورح خليكم تدفعوا مال الله، ماشي؟ والله لا خليكم كل حدا بينزل ستوري، كل حدا بيروح هذا الحفل، خاصة اذا بدك ترفع حدا قضيه، هو المفروض ترفع على شروق مش المعزومين على حفله شروق. فهم بالنهايه معازيم، يعني تيجي تحكي لهم انتوا رحتوا على عزيمه شروق، ما بيزوز هيك. فالشخص الاول والوحيد اللي تقدر ترفع عليه قضيه بخصوص مثل ما حكيت نفسيه اولادك هي شروق. هم خصوا صاحب المشروع اللي هي قامت فيه الحفل. بس انا عم وجه لك كلام لإلي، وقف هالمهزلة. اذا عندك اولاد وقف هالمهزلة. يا اخي انت ما عندك بنت؟ هذا صاحب المشروع او انت او كلكم اللي قام فيه هذا الحفل ما عندكم بنات؟ شو بيهدوا في هذا الشيء؟ هو بدنا نوضح لك شغله دكتور فود، انه صاحب المشروع او صاحب المنتجع انه ما له دخل. يعني هو بس مجرد مكان يجي يستاجرون الناس مشان يسووا فيه حفله، بغض النظر نوع الحفله. شو ما كان نوع الحفلة، حفلة سباحة، حفلة ركوب الخيل، حفلة شو ما كانت الحفلة، فمفروض انه بس هو بيأجل المكان او الموقع وما دخله. شروق شو بدها تسوي بالحفلة؟ شو الحفلة راح تكون؟ والله الحفلة راح تكون انه انا طلقت من دكتور فود. ما له دخل. هو البني ادم هذا ما له دخل بهيك موضوع. هو بس مجرد قاعات، بنى هاي القاعات واجرها لشروق. شروق يسوي فيها اللي بدها اياه. ما بتفكروا سوشيال ميديا؟ هذا الحفل بيقول للصبايا انه فيكم تعملوا حفلات طلاق وبيشجع على الطلاق، ويعني هي عم تضر بالمجتمع. اخي فكر فيها ان هي هذا. ما بعتقد انه في بنت بدها تتطلق مشان تسوي حفلة طلاق. ممكن انه بعد الطلاق يسوي حفلة طلاق، بس انه هدفها الاول من الطلاق انه تروح مشان تسوي حفلة. ما بعتقد انه في هيك اشي. مع وجهة نظر انه قاعدين يسووا الطلاق انه اشي كثير حلو وفريدوم وحرية وابصر شو، مع انه هذا حكي مش مزبوط بالمرة. ما هو حق بهاي النقطة. بس انه يشجعوا، لا، انه قاعدين يحسنوا صورة الطلاق. هو الطلاق هو عادي يعني، بس انه يصير بهيك شكل بتوقع انه غلط كثير. اسمعني، بدي اقول شغله لصاحب المشروع. اذا هذا الحفل ما بينتهي، انا عندي قوتي على السوشيال ميديا من هلا لموت، لحدني يقول للعالم انه هذا المنتجع استقبل اوسخ سهره بتاريخ الدول العربيه، واثرت على كل المجتمع الدول العربيه، وصار اسباب طلاق بسبب هذا المحل. عم تسمع شو عم اقول لك؟ ونرجع بنحكي لك انه صاحب المكان ما له دخل يا دكتور فود. ما له دخل انك تيجي تطلع وتشوه صورته. انت مشكلتك مع شروق. هذا الزلمة بني ادم بده مصاري، بده يسترزق على قولتكم. هو اجر المكان مشان حضرة شروق سوي فيه حفلة وياخذ من حضرة شروق مصاري. فهذا صاحب المكان ما له علاقة بهيك موضوع. انا حستخدم قوتي، هني يا قوتي. بكره الصبح على الساعة 8 الصبح اخبار للنيابة العامة بتوقيف هالمهزلة، بتوقف هالحفلة اللي ما فيها قيم وما فيها اخلاق. يلا كل واحد دفع ليرة يروح يسترد مصرياته وحلو عني. بس شروق كمان برضه ما سكتت، ردت على رد دكتور فود بخصوص المكان والموقع. بعدين اللي بده يحكي ومغيوظ كتير بيهدد بالعالم على القليل. طيب إلك شهرين منفصلين وتاركين، طيب كان بعت الدولار لحنا ويوسف، اهتميت شوي. ايه
ولما نضل ما دخل شروق باللي كان يحكيه دكتور فود. هو دكتور فود كان يحكي عن موضوع الحفلة وموقع الحفلة وكيف انت قاعدة تخبصي بمواضيعك هاي، فما دخل حنا ويوسف. شو حنا شو لسه ما دخل حنا ويوسف هيك مواضيع. يعني المفروض انك تردي على النقطة الأساسية اللي حكى فيها دكتور فود، مش والله حنا ويوسف انت ما بعت لهم مصاري. يعني هاي مواضيع محاكم هاي بدنا بيناتهم. نستغلها لهيدي الست لآخر رمق، معها مصاري. ما بيأثر. كرمال حنا ويوسف يلي حيفخروا بأمهم، ست الكل، يلي كرمالهم وكرمالها هي طلعت من هالعلاقة السامة ومن ان شاء الله انه حنا ويوسف يفتخروا فيكي، ان شاء الله. يا ريت يا ريت فعلا انه حنا ويوسف يوم من الايام بلاقيهم بيحكوا على السوشيال ميديا والله انا بفتخر بامي شروق. يا ريت، انا بتمنى هذا الاشي. بس اللي باين هسه قدامي ما في اي اشي يدعو للفخر. وحتعمل الحفلة وكل الناس حتجي، وتهديدك خليه لك. روح حل المؤبد وقضية المؤبد اللي عليك والمشاكل اللي علقانة عندك، وخليني طبعا هاي نفسها اللي كانت تحكي انه زوجي بريء. أفرح مرة بحياتي. عمري ما شفت الفرح معك صراحة، بس مش حقول أكتر من هيك. الله يعينك. طيب هسه في نظريات بخصوصهم هذول الاثنين، مش عارف انا صرت تبع نظريات. بتحكي انه كل هاي الحركات وكل هذا الاشي وكل هذا الشو مشان دكتور فود يقدر يسحب املاكه من لبنان، ومشان يقدروا يسفروا حنا ويوسف برات لبنان، لانه ممنوع حسا شروق تسافر مع حنا ويوسف برات لبنان. يعني يا تسافر شروق لحالها يا انه هي ضلها بلبنان. يعني ما بتقدر تاخذهم معها تطلعهم برات لبنان. في ناس تحكي انه هذا السبب راح نسوي هاي الحفله وابصر شو ما بستبعد. ما بستبعد من جماعه السوشيال ميديا، بس بحسها بعيده كثير. بس ممكنه، يعني ممكنه، ما بتعرف انت. انا مش عارف ليش سويت فيديو عنهم، بس حاب اني اواكب تطورات بخصوص قصتهم، لانه قصتهم صراحه اثارت انتباهي او اثارت فضولي اخر فتره. ما في حد قاعد يحكي عن اشي غير عنهم هذول. الانستغرام كلياته عنهم.